مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب عجينة قطايف. طبعا رح نعملها اليوم بحشوة الجبنة وبحشوة المكسرات. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. هلأ صبايا، هون بالنسبة للقطر حطيت كوبين من السكر بالإضافة إلى كوب من الماء. طبعا صبايا بهاي الخطوة أبدا ما بنحرك السكر، بنتركه يدوب لحاله. وأول ما بتغلى عنا هون رح أنزل عليهم عصرة ليمونة، ورح أوطي عليه الغاز أخليه لمدة 5 دقايق وأطفي عليه وأنزله بهذا الكوب أو بأي شيء متوفر عندكم. بالنسبة لخليط القطايف حطيت كل المكونات هون عندي بخلاط الكوكتيل. نزلت 3 كوبايات من المي، لازم تكون المي عنا هون فاترة أو دافية، بالإضافة إلى كوبين من الطحين، نص كوب من السميد، معلقة صغيرة من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى معلقتين كبار من السكر. طبعا هلأ بعد ما خلصت كل المكونات رح أخلطهم كتير منيح لحد ما يصير معنا القوام مثل ما أنتم شايفين، وأنزله بالمصب الخاص في القطايف. طبعا صبايا إذا مش متوفر عندكم المصب فيكم تستخدموا معلقة أو مغرفة. هون أنا استخدمت عندي القلاية الخاصة، سخنتها على درجة حرارة عالية، وبعد هيك رح أحط على حرارة الوسط. رح أبلش هون أنزل بحبات القطايف. صبايا مرحلة أو خطوة كتير مهمة إنه تكون النار عنا هون أثناء الاستواء على نار وسط، وبعدين نعلي عليها لتاخد اللون المظبوط. مثل ما انتم شايفين أول ما يظهر عنا هون ثقوب بدنا نعرف إنه بلشت عنا تتحمر وتاخد الاستواء المظبوط واللون المطلوب. طبعا بعد ما جهزت معنا كل الكمية شرط إنه لازم أول ما تطلع منا حبات القطايف عطول فورا نغطيها بأي قطعة قماش حتى نحافظ على طراوتها وتضل طرية معنا أبدا ما تنشف. بالنسبة هون لخطوة المكسرات حبيت إني أحط الزبيب وعين الجمل والفستق. نزلت هون معلقة من السكر، نص معلقة كبيرة من القرفة، معلقة كبيرة من جوز الهند. رح أحركهم كثير منيح. وبالنسبة لهون الجبنة عندي استخدمت الجبنة الخاصة بالقطايف، فيكم تلاقوها عند محلات الحلويات. طبعا صبايا بعد ما أخلص هون عندي حشوة القطايف رح أفرجيكم كيف عندي القطايف ما شاء الله على لونها وعلى طراوتها. بتمنى فعلا انكم تجربوا هاي الطريقة. رح أبلش هون عندي بحشوة القطايف، رح أسكرها بهاي الطريقة وأتأكد إنه أنا ضغطت عليها كتير منيح لحتى ما تفتح معنا أثناء القلي. طبعا أنا حبيت إني أعمل هون واحدة من المكسرات وواحدة من الجبنة. رح أسكرها بنفس الطريقة وأضغط عليها من الأطراف كتير منيح. طبعا أنا جهزت هون كل الكمية، وأول ما تجهز معنا كل الكمية رح أبلش هون عندي بالقلي. طبعا صبايا القلي لازم يكون عنا الزيت. حطيت عندي كمية وفيرة من الزيت النباتي بالإضافة إلى معلقة كبيرة من السمنة. السمنة بتعطيها نكهة جدا مميزة. طبعا صبايا مثل ما انتم شايفين لازم عنا هون الزيت النباتي يكون مغطي حبات القطايف حتى تتحمر معنا كتير منيح. ما شاء الله ما أوصف لكم ريحتها وطراوتها. بتمنى انكم فعلا تجربوا هاي الطريقة. طبعا أنا حبيت هون إني أزين بالفستق الحلبي مثل ما أنتم شايفين. طريقة التزيين بترجع لكم كذوق شخصي. طبعا قبل التزيين شربتها بالقطر. بتمنى صبايا إنه فعلا تكون وصفتي عجبتكم لها اليوم. هيك صارت وصفتي جاهزة معكم. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية على قلوبكم. شكرا لحسن المتابعة.